هذه الطريقة الوحيدة لإيقاف تشغيل أو إخفاء النقطة البرتقالية الآيفون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، رجعنا وياكم في شرح جديد. شرح لهذا اليوم عن كيفية إيقاف تشغيل النقطة البرتقالية اللي تظهر في أعلى الشاشة في الآيفون. للتنويه أنه هذه النقطة إلى ماذا تشير إلى إمكانية الوصول للميكروفون، أو أنه جاي يسجل صوت، أو أنه الميكروفون مشتغل. لو توجهنا ودخلنا على الكاميرا مثل ما تلاحظون بعد نزلنا الشاشة راح نلاحظ أنه دلالات هذه النقطة يكتب لك إياها، مثل اللون الأخضر يدل على أنه الكاميرا، اللون الأصفر يشير إلى تشغيل الميكروفون وتسجيل الصوت. شلون توقفها؟ بمجرد ما تخرج من البرنامج اللي تستخدمه وبيه مايكروفون راح تختفي هذه النقطة، أو الطريقة حتى تخفيها من الأساس أو توقفها من الأساس راح توجه إلى الإعدادات، بعدها إلى التطبيقات، بعدها تروح إلى أي تطبيق وتسوي تعطيل أو إيقاف تشغيل أو عدم الوصول أو السماح بالوصول للميكروفون إلى هذا التطبيق. بعدها راح تختفي عندك ويتم إيقاف هذه النقطة الصفراء في الآيفون. لهنا وصلنا إلى نهاية الشرح، أتمنى كان الشرح مفيد. لا تنسونا باللايك والاشتراك وتفعيل زر الجرس حتى يصلك كل ما جديد. شكرا لكم على حسن المشاهدة وعلى حسن المتابعة. وبهذا الشكل يكون استكملنا شرح ماهية النقطة البرتقالية اللي تظهر في أعلى شاشة الآيفون وما هي دلالاتها وكيفية عمله، وأيضا شرحنا كيفية إخفائها أو إيقاف تشغيلها في الآيفون. هذا الفيديو شرحنا كامل الأمور وكامل التفاصيل عن هذه النقطة. إذا كان عندك أي سؤال أو استفسار أو مشكلة بالهاتف أو بإحدى التطبيقات أو غيره، حسابي في الانستغرام موجود في القناة، تواصل وياي وما راح أقصر إن شاء الله. مع السلامة. هذه الطريقة الوحيدة لإيقاف تشغيل أو إخفاء النقطة البرتقالية الآيفون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، رجعنا وياكم في شرح جديد. شرح لهذا اليوم عن كيفية إيقاف تشغيل النقطة البرتقالية اللي تظهر في أعلى الشاشة في الآيفون. للتنويه أنه هذه النقطة إلى ماذا تشير إلى إمكانية الوصول للميكروفون، أو أنه جاي يسجل صوت، أو أنه الميكروفون مشتغل. لو توجهنا ودخلنا على الكاميرا مثل ما تلاحظون بعد نزلنا الشاشة راح نلاحظ أنه دلالات هذه النقطة يكتب لك إياها، مثل اللون الأخضر يدل على أنه الكاميرا، اللون الأصفر يشير إلى تشغيل الميكروفون وتسجيل الصوت. شلون توقفها؟ بمجرد ما تخرج من البرنامج اللي تستخدمه وبيه مايكروفون راح تختفي هذه النقطة، أو الطريقة حتى تخفيها من الأساس أو توقفها من الأساس راح توجه إلى الإعدادات، بعدها إلى التطبيقات، بعدها تروح إلى أي تطبيق وتسوي تعطيل أو إيقاف تشغيل أو عدم الوصول أو السماح بالوصول للميكروفون إلى هذا التطبيق. بعدها راح تختفي عندك ويتم إيقاف هذه النقطة الصفراء في الآيفون. لهنا وصلنا إلى نهاية الشرح، أتمنى كان الشرح مفيد. لا تنسونا باللايك والاشتراك وتفعيل زر الجرس حتى يصلك كل ما جديد. شكرا لكم على حسن المشاهدة وعلى حسن المتابعة. وبهذا الشكل يكون استكملنا شرح ماهية النقطة البرتقالية اللي تظهر في أعلى شاشة الآيفون وما هي دلالاتها وكيفية عمله، وأيضا شرحنا كيفية إخفائها أو إيقاف تشغيلها في الآيفون. هذا الفيديو شرحنا كامل الأمور وكامل التفاصيل عن هذه النقطة. إذا